انا وعدتكم ان احنا هنشوف موضوع المايفي والتكات بتاعته. قبل ما ابدأ معاكم، هو صدقوني هيبقى صعب جدا في البيت ان ست البيت تعمله، ده كلام شيفات كبار. آه، لكن احنا نقدر بعد كده نعمل بالجلاج. انا برضو حبيت اوريهولكوا وهو بيتعمل عجينة، بس انتي هتقدري تعمليه. هتلاقي نفسك هتتكلفي كتير وهتتعبي كتير، ويا يطلع النتيجة مظبوطة معاكي يا لأ. بصوا، عجلنا العجينة وحشيناها زبدة وبتتنيها، وترجعي تاني تفرديها وترجعي تاني تطبقيها وتحطيها في التلاجة ساعتين تلاتة، وبعدين بتطلعيها تجمدي تفرديها تاني اسفة، وتحطي فيها الزبدة وتفرديها تاني وتطبقيها في بعضيها مربعة كده، وتحطيها تاني في التلاجة، وترجعي بعد ساعتين برضو تفرديها لحد ما تقطعيها بقى وتاخديها بالمقاس وتشكشكيها طبعا بالشوكة الخاصة بيها، وتطلع بالنتيجة دي. لكن هنا بقى تعالوا لما نعملوه بالجلاش، سهل جدا وبسيط ومش هياخد معاكي وقت. بيفرد ورق الجلاج وبندهنها سمنة، بتحطي 6 7 ورقات على بعضيها وبتقسميها بالطول كده، وبتحطيها طبعا بتكبسيها بصينية فوق منها، وبتحطيها في الفرن تحمر من تحت ومن فوق. ولما بتطلعيها بصي بتبقى خلاص زي المايفي بالظبط. بتسقيها شربات وتسيبيها شوية، وبعد كده نبدأ بقى. شوفي بقى، بتجهزي الكاستر بتاعك. طبعا الكاستر معروف بيتعمل ازاي، وبتصبيه في طبق او بولة، وبتسيبيه لما يبرد خالص، بس تغطيه عشان ما يشققش منك. بتفكيه بقى من بعضه كده بالسلك، وكده بتكوني خلصتي كمية الجلاش كلها. شايفين مورقة ازاي؟ هنا بقى بالقمع، وافردي بقى الكاستر عليه وزوقيه، وحطي المربى والتزويق طبعا والتزيين ده بتاعك. وبعد كده بتحطي صوص الشوكولاتة وبخلة السنان، اعملي الشكل اللي يعجبك وقطعيها بالشكل ده. القطعة هتعمل معاكي 5 قطع مقاس الجاتو، يعني تقدري تعملي اللي انت عايزاه وبسهولة قوي من الجلاش. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، واشوفكم على خير. وما تنسوناش في اللايك والشير، وزي ما وعدتكم اني انا هنزل لكم المايفيه. يا رب اكون عند حسن ظنكم، واشوفكم على خير. سلام عليكم.